السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قصص واقعية. في هذه الحلقة غنهضروا على واحد القضية اللي يلاه مؤخرا تم الحكم على المتهمين فيها، فخليكم معنا ما تشوفين. سنة 2010 تخرج ولاء زيد من كلية الصيدلة بجامعة طنطا بدولة مصر. ولاء واحد الشاب اللي كينتمي للأسرة اللي معروف عليها الاحترام والأخلاق، وهما من واحد المدينة اللي سميتها المنوفية. عام 2013 جاتو فرصة عمل مزيانة في دولة السعودية، وتما تعرف على واحد البنت مصرية اللي حتى هي دكتورة صيدلانية خدامة تما، وكاين حتى الوالد ديالها دكتور. قرر ولاء يتزوج بها وعلم العائلة ديالو اللي متواجدة في مصر. العائلة ديالو فرحات بالخبر وفعلا تخطبوا لمدة ديال عامين. من بعد عامين على الخطوبة ديالهم قدر ولاء يجهز نفسه وهبط هو الخطيبة ديالو باش يتزوجوا في مصر. من العام الأول ديال زواجهم بدات بيناتهم المشاكل، وبدا ولاء كيتشكل العائلة ديالو من زوجته ريمان، لكن العائلة ديالو كانت كتصبرو، خصوصا ملي تزاد عندهم وليد اللي سماه يونس. ولكن من بعد عامين وبكثرة المشاكل قرر ولاء ينفصل عن زوجته ريمان. ملي ساقت عائلته الخبار ما عجبهمش الحال، وضغطوا على الولد ديالهم باش يرجع مرتو على وجه ولدهم الصغير، وفعلا رجعوا بعضياتهم. ولكن من بعد فترة قصيرة شاف باللي سلوكها وتعاملها معاه باقي هو وما تغيرش، فقرروا ينفصلوا المرة الثانية. من بعد ما داز 3 شهور على الطلاق ديالهم قرر ولاء ينزل عند والديه لمصر باش يعيد معاهم، وتما طلبات منه الطليقة ديالو باش حتى هي تنزل معاه عندهم، ودارت سباب الولد ديالها باش يشوف عائلته باه. وفعلا هبطوا معاه لمصر وداهم عند عائلته المنوفية. الوالدين ديالو ملي شافوها جات معاه وجلست عندهم بقى فيهم الحال، وطلبوا من الولد ديالهم باش يرجعها على الاقل باش هداك الوليد يتربى بيناتهم. ملي سالات العطله وبغى ولا يرجع الخدمه ديالو في السعوديه، قالت ليه مرتو بلي قررت غادي تعيش تما هي في مصر وغادي تحل صيدليه تما، وقالت ليه بلي انت غير رجع العمل ديالك وانا والابن ديالي راه غادي نبقاو هنايا. صدماتو الزوجه ديالو بالقرار ديالها، فمشى هو للسعوديه وبقات هي والولد ديالها في مصر. واحد النهار تعرض ولاء لحادثة سير خطيرة في السعودية، شي اللي خلاه يخضع للعلاج لمدة طويلة. في خلال هاد المدة الزوجة ديالو ما جاتش نهائيا عنده السعودية، شي اللي خلاه يحقد عليها، خصوصا انها ما وقفتش معاه في هاد الظرف الصعيب. هاد الفعل خلى ولاء يتصل بالعائلة ديالو ويطلب منهم يشوفوا ليه زوجة تانية من المعارف ديالهم، وفعلا لقاو ليه بنت من المعارف ديالهم اللي حكاو لها على الظروف ديالو وهي وافقت. فنزل ولاء مصر وتزوج بالفتاة اللي لقاو ليه عائلته، واتفق معها من بعد شهور قليلة غادي تلتحق به السعودية. في ديك الفترة وقبل ما رجع السعودية مشى ولاء عند مرتو الأولى باش يجلس مع ولدو شي أيام قبل ما رجع. علم مرتو الصيدلانية ريماء بأنه يتزوج المرة الثانية، وأنه حتى شي حاجة ما غادي تغير وغتبقى معززة مكرمة. ريماء ملي سمعت الخبر تصدمات، وكان كيسحب لها راه غير كيهددها بهذيك الهضره ديال انه راه غيتزوج المره الثانيه، ولقات باللي راه فعلا دارها. لغد ليه في الصباح بكري سمعت دقان في الباب ديالو، نادت مرتو ريماء بالزربه بحال راه كتسنى شي واحد او لا عارفه شكون كاين في الباب. ملي حلت الباب لقات الاب ديالها وجوج ديال خوتها، واحد منهم جايب جوج ديال الاصدقاء ديالو. ولا منين شافهم حس بشي حاجه اللي ماشي هي هذيك، فدخل واحد البيت وسد عليه وصيفط ميساجات العائله ديالو في الواتساب كيطلب منهم يعتقوه قبل ما طرا ليه شي حاجه. داكشي اللي خاف منه هو اللي وقع ليه، كتفوه وبقاو عليه بالعصا وبالضرب، وماشي غير هادشي، رغموا عليه باش يعيط لمرتو الثانيه في التليفون ويقول لها بلي راه مطلقه، ومضاو على بزاف ديال الوصولات ديال الامانه وحتى شي عقود ديال البيع، وهادشي كامل تعرض ليه قدام الولد ديالو الصغير. الجيران ملي سمعوا ولاء كيغوت مشاو كيدقوا في الباب، خرج ليهم باها قال لهم ما تخافوش راه شي مسائل عائليه راه غنحلوهم بيناتنا وصافي. واحد شويه حتى كيتصدموا الجيران، ولاء مليوح من البالكو ديال دارو من 5 ايطاج طاح موتو. الدكتوره ريماء والعائله ديالها قالوا باللي راه الزوج ديالها كيعاني من اضطرابات نفسيه وهو اللي لاح راسو من البالكو. الشاهد الوحيد اللي كانوا فضح داكشي اللي دارو هو الابن ديالو الصغير. قال الشرطه باللي خوالو اللي واحد فيهم مهندس والثاني طبيب
وجدو اللي حتى هو طبيب بقاو كيضربوا في باه، وواحد من صحاب خالو هز باباه ولاحو من 5 إيطاج. التشريح الطبي اللي دار على الجثة أكد باللي ولاء تعرض للضرب والتعذيب قبل من الوفاة ديالو، واستبعدوا الاحتمال ديال أنه انتحر، خصوصا وأنه يلاه تزوج ومقطع تذاكر السفر باش يرجع للعمل ديالو في السعودية. من بعد عام على الواقعة تم الحكم على الدكتورة ريماء والأب ديالها وجوج ديال خوتها بالسجن 15 سنة، ودوك جوج صحاب ديال خوتها عطاهم 10 سنين لواحد. هاد القصة كتبين لنا بلي الغدر والإجرام ما عنده حتى شي علاقة بالمستوى التعليمي، فهذه عائلة اللي كلهم أطباء وواحد فيهم مهندس داروا فعل إجرامي اللي ما عنده حتى شي علاقة بالمستوى التعليمي ديالهم. وهنا تكون سالت قصتنا لهاد اليوم. نضرب لكم موعد إن شاء الله في حلقة جديدة مع قصة جديدة. خليتكم راحة والسلام عليكم.